في فيديو انتشر على التيك توك من فترة كده عن واحدة معرفش هي ميك اب ارتست ولا ايه، انا مكنتش عامله لها فولو، بس بتتكلم على ان ليه الميك اب بتاع ممثلات هوليوود شكله طبيعي قوي، وبتورينا التكنيكس. معرفش هي جابت المعلومات دي منين، بس هناخد التكنيكس اللي هي وريتها لنا في فيديو النهارده وهنقلدها ونشوف هل الميك اب شكله طبيعي ولا لا. يمكن حد يستفيد، وبالذات الناس اللي ما بتحبش الميك اب بيبقى شكله تقيل او مش طبيعي او كده، يمكن ده تكنيك يفيدنا كلنا في الاخر. فاللي حابب يشوف التكنيك وشكل الميك اب في الاخر كملوا الفيديو. طيب هحاول احط لكم الفيديو على الشاشة هنا واحنا بنعمل التكنيكس، وفي نفس الوقت هشغله من على الموبايل عشان امشي ورا الخطوات بتاعتها علشان ما نفوتش ولا خطوة ونمشي على التكنيكس بالظبط. If you're ever wondering why celebrities' makeup seems to look so much better than ours, stop. I'm gonna tell you how to get that look, because I just learned about how to get this look like a couple days ago, and my makeup in the last 2 days has looked better than it has in my entire life, to be honest. I like to use a mix of celebrity makeup techniques, so I always start with underpainting with some cheek and lip stain. طيب انا دورت على اللي هو الستين او التنت ده، لقيت اللي عندي بجد اخر I think كنت جايباه مثلا 2020 او حاجه كده، كنا في وقت الكورونا انا متاكده. بطلع الازازه لقيت الستين اصلا ناشفه وبقت عامله زي الجيلي كده، فمضطره النهارده ان انا استخدم بلاش وهوبفلي يطلع نفس الايفكت بتاع التنت. طبعا مش هيطلع نفسه بالظبط، بس يعني قريب منه. هنحاول نخليه قريب منه بحيث برضو اللي ما عندوش تنت ما يبقاش مضطر ان هو ينزل يشتري تنت علشان ينفذ التكنيك ده. يعني هو التنت اللي هي حطاه او اي تنت عامه بيبقى لونه محمر. انا طبعا مفيش عندي بلاش احمر، فجبت 2 كريم بلاش كده بحيث ان احنا نحطهم تحت الميك اب الاندر بينتنج ده. كنت عملت فيديو عن الاندر بينتنج، هحط لكم الفيديو هنا او اللينك بتاعه هنا على الشاشه وفي الديسكريبشن بوكس. وكنت عملت فيديو تاني برضو اللي هو الميك اب اللي قعد في درجة حرارة 40، برضو استخدمت فيه اندر بينتنج، وهحط لكم اللينك بتاعه في على الشاشة هنا وكمان في الديسكريبشن. انا جبت 2 كريم بلاش او ليكويد، واحد ليكويد واحد كريم. ده اللي هو بتاع شي جلام، والاتنين بينك شوية، وده بتاع فانتي بيوتي والشيد بتاعته كول باري. ده شكل بتاع الفانتي، وهوريكم الشكل او اللون بتاع الشي جلام على بينك اكتر. انا حاسة ده فاتح، حاسة ممكن نمشي بتاع فانتي النهاردة لان هو كمان يعني هو كده غامق، بس هو لما بيتعمل له بلند يعني بيبقى بلاشي بقى شوية. اي نعم مفهوش نفس الاحمرار. ممكن ان احنا نميكس ما بين الاتنين بحيث ان احنا ناخد من ده الغمقان بتاعه ونبرايتن ات شوية كده بتاع رير بيوتي. هجرب كده بلندهم مع بعض واشوف هيطلعوا لون ايه، لان حسيت تاني مدي على موف كده يعني بيربل كده شوية. رأيكم اني ميكس؟ ممكن اميكس، اجرب اميكس وزي ما تيجي بقى. فهجيب فرشة، هي بتعمل بلند بفرشة اتاكد انها نظيفة. هبدأ الاول بالفانتي عشان هو الاغمق. شوف هي بتعمل التكنيك ازاي. بتجيب الفرشة وبعدين يعني هي بتحطه على خدها وكمان داخل في عينيها كده، فاحنا هنعمل نفس الحاجة. اقرب بس المراية كده، ربنا يستر عشان انا مش عارفة. اوكي كده ان هي بتعمل بقى بلند لورا كده وكويس ان ده غامق شوية. هو مش باين على الكاميرا ان هو غامق، بس يعني كويس ان هو غامق شوية بحيث ان احنا لما نيجي نحط الفاونديشن تقلل شوية الانتنسيتي بتاعته. يعني I think ده الشكل اللي هي عاملاه، وكده معمول له بلند حلو قوي I think. يعني مش عارفة حتى هل مستاهلة ان انا احط بتاع الشي جلام ولا لا، بس انا يعني بصراحة منظر البلاش اللي فوق العين من غير حتى برونزر بيديني ايحاء ان ايه يعني ان انا عيانة. عارفين لما تبقوا عيانين كده وعندكم برد؟ فاكرين كان طلع ترند تاني برضو اسمه ايه، كولد جيرل ميك اب حاجة كده. هوريكم صورة ليه برضو. والله الترندات اللي بيطلعوها اساميها، في ستروبيري ميك اب دلوقتي او ميك اب الفراولة، وفي توميتو اظن. كل حد بيطلع يسمي اي حاجة ويسميها ترند. طيب I think انها عملت كده، وبعدين جابت فاونديشن. خلينا نشوف الحتة دي.
Well, my Lancome foundation. Ignore this. You can use whatever foundation you like to use. This just happens to be my favorite. We're not putting it directly onto our face, onto the back of your hand. You're gonna use the foundation brush to apply it. Use the brush to apply thin layers, build up the coverage so that it looks very skin-like. I like to blend like partway up my face, letting the area where I put the blush on shine through. This gives the illusion of me having perfect skin because it looks like I'm not wearing any makeup from like right here. ده بس يعني هي حطت الفاونديشن في الحتت اللي معليهاش بلاش، يعني هنا وهنا. طب وهنا اخبار النص ايه؟ مفيش. طيب خلينا نجيب فاونديشن. استخدم ايه النهارده؟ عندي فاونديشن بس انا مش عارفه الشيد بتاعتها، ممكن اجربها قبل ما احطها. انا اسمريت فالفاونديشنز الوانها بجد بقت غلط عليا خالص. هجرب الشيد بتاعتها الاول. دي هي بتحطها على ظهر ايديها، بس انا عندي اللي هي الباليت دي عشان مش هقعد اوسخ ايدي، مع اني لسه حاطه عليها البلاش يعني. I think ان الشيد دي كويسه. طيب دي الفاونديشن او هو سكين تنت، مسمينه سكين تنت من فانتي بيوتي. اسمه ايز دروب او ايزي دروب، مش عارفه نطق ازاي. ودي درجه 9، فهحط شويه كده على الباليت، مش كتير بقى لان احنا مش هنغطي الوش كله. الفاونديشن دي كانت يعني بقت غامقه عليا شويه لما كورونا بقى، ولا ايام ما كناش بنتعرض للشمس. بس انا اسمريت جامد بعد ما روحت الساحل، هبلند كده. انا اوريكم اعمل ايه. ببلند الفاونديشن كده على الفرشه، وابتدي ان انا بتقول لايت لايرز. دي الشيد حلوه قوي بعد ما اسمريت. لايت لايرز او ثين لاير او طبقات خفيفه يعني في الحتت اللي مش عليها بلاش. وشايفين التغطيه بتاعي هي سكين تنت، بس التغطيه بتاعتها كويسه يعني. بس هي بتعمل بعد كده يعني هنشوف، بس انها بتعمل بعد كده سبوت كونسيلينج، او بتستخدم كونسيلر في الحاجات اللي محتاجه تغطيه زياده، مثلا زي الحبوب او كده. بس سبوت كونسيلينج يعني مش بتحط كونسيلر كتير زي العادي، يعني زي التكنيكس العاديه. مش عارفه الاضاءه النهارده سحاب كتير قوي مغيمه، بس هوبفلي تبقوا شايفين كويس انا بعمل ايه. طب حاول اغطي الحته اللي هي مش عارفه، هي ما بينتش انها بتحط فاونديشن هنا، بس انا محتاجه شويه تغطيه هنا. مش عارفه، مش مبينه برضو ان هي حطت بلاش على مناخيرها. مش عارفه، هرجع في الفيديو كده واشوف. بس عاجبني الشيد دي قوي بعد ما اسمريت، مظبوطه جدا عليا. which is nice. الواحد بيستخدم الحاجات اللي عنده. هرجع كده في الفيديو اشوف هي بتحط بلاش على مناخيرها ولا لا، عشان حاسه انها حاطه، بس I could be wrong يعني ممكن يطلع غلط. بس نايس يعني، حاسه ان هي بس شكلها غريب ومش بلندد. فهل ممكن اعمل بلند كده للاطراف شويه؟ هشوف كده اذا كانت بتحط. هنرجع في الفيديو واشوف اذا كانت بتحط بلاش على مناخيرها ولا لا. هي شكلها حاطه، انا مش عارفه. هي مش مبينه، بس باين يعني مناخيرها كانت بتبقى بيضه الاول، بعد كده تحمر يعني من البتاع. ممكن اخد شويه صغيرين مش كتير، تحطهم على طرف مناخيرها كده. وبعد كده نسكيب بقى للكونسيلر. We're gonna spot conceal a little bit, and I like to use Maybelline Fit Me Concealer under the eyes. This is a special. عملت الاول سبوت كونسيلينج. ثانيه واحده اجيب كونسيلر. مش ده التو فيز بورن ذس واي كونسيلر، وهستخدمه ان انا هسبوت كونسيل. دي درجه لايت بيج، هي غامقه شويه، فانا هستخدمها على الحبوب. وبعدين هسيب دول ينشفوا الاول، وبعد كده هجيب كونسيلر. وعشان هي بتشرح كونسيلر تحت العين، هجيب درجه بس افتح شويه، حاجه بسيطه. ده نفس الكونسيلر بس الشيد اسمها بورسلين، افتح شويه. I only put the color on my orbital bone. Take your. بتحط نقطه على، بتقول بانها بتحط كونسيلر بس على العظمه مش تحت العين. بتحط نقطه صغيره قوي. البتاع ده اصلا كفرج عاليه قوي، فانا هحاول اقلل، لان طبعا كفرج عاليه لا تتماشى مع لوك طبيعي. فانا هحط حته على البون او العظمه اللي هي بتقول عليها، وبعد كده بتعمل لها بلندنج بس من غير ما توصل الكونسيلر لحد طرف العين من فوق. And blend out along that orbital bone, kind of lightly moving up, but don't go right underneath your eye where it would be creased. Leaving the darkness there to make it look more natural, look like I don't have any concealer on under my eyes, while still making them look really bright and fresh. See, it look. فهي بتقول ان احنا بنعمل الحركه دي علشان ندي برايتنس تحت العين، او نفتح تحت العين، بس
مش هنوصل الكونسيلر اللي تحت العين بالظبط عشان نسيب الغمقان اللي هنا بحيث تديه شكل طبيعي اكتر. هتبلند بالسبونج كده على العظمة زي ما هي قالت، ونطلعها فوق شوية بس ما نوصلهاش خالص او ما نوصلهاش للفوق خالص. انا مش عارفة اذا كان ده عمل اي حاجة ولا مضطرة ان انا اشوف الفوتج بتاع التصوير تاني، وهكتب لكم نوت هنا على الشاشة لو حسيت ان حصل فرق، يعني هل ادى برايتنس اصلا ولا لا. لان انا اصلا بقيت اعمل تكنيك ان انا ما اوصلش كونسيلر تحت العين، لان انا شايفين عندي خطوط طبيعيه اصلا، فلما اطلع الكونسيلر لحد فوق بيكريس او بيخطط بسرعه جدا يعني. فبقيت ان انا احط ايه بقى، اي شادو برايمر هنا في الحته دي، واحط عليها اي شادو، وبجد التخطيط قل جدا 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 جدا. لو عايزين فيديو اشرح لكم التكنيك اللي انا بقول لكم عليه ده، ممكن اعمله فيديو منفصل واعمل عين بالطريقه القديمه ان احنا نوصل الكونسيلر لحد فوق، والناحيه التانية نعمل الطريقه اللي انا بشرحها لكم دلوقتي عشان اوريكم الفرق. وممكن بقى نبلند السبوت كونسيلينج اللي احنا عملناه دلوقتي. تعالوا نشوف بعد كده هتعمل ايه. Looks so natural. Next we're doing a bronze balm or a bronzing stick. And no, we're not going to apply it to our face like that. Need another brush, preferably a flat little dense one. We're going to press it into the skin. Go to part 2. ماشي، هي هتعمل برونزر بستيك. انا هستخدم الميك اب باي ماريو برونزر ستيك، وبتقول ان احنا مش هنرسم كده زي ما بيعملوا، هنجيب فرشة برضو وناخد من الفرشة ونستيبل على البشرة او نعملها application stippling اللي هي الحركة الطبطبة دي. This is part 2 of showing you the makeup techniques that make celebrities' makeup look so much better than ours. We left off at the bronzer. I'm not going to be doing the stick on our face, but applying it with a brush. The brush really is a game changer because it doesn't move the product around. It allows for very sheer layering. Great. ماشي، هي بتشرح ليه مفضلة انها تستخدم البراش، لان البراش تبقى الابليكيشن بتاعها اخف بكتير من ان انتوا ترسموها كده على وشكم، وكمان ما بتحركش حركة التابينج ده او الستيبلينج دي، مش بتحرك البرودكت اللي تحتيها، فبتديها افكت طبيعي جدا زي ما انتوا شايفين. ادت برونزنج بس من غير ما تحرك البلاش اللي تحتيه. No more bronzing stick on the face. You heard it here first. Now that we finished. فهي حطت عند خدها وعند الجو لاين كده، برضو مش كتير خالص. طبعا خدوا بالكم الفيديوهات التيك توك بتبقى قصيرة قوي، فبحس ان هو بيبقى فيه ستيبس تانية بيعملوها بس مش بيلحقوا يبينوها على الفيديوهات. يعني انا مثلا حاسة ان البلندنج هنا محتاج شوية شغل، فانا هجيب فرشة الفاونديشن وابتدي بس اعمل بلندنج للاطراف. مش هلعب في الشكل اللي احنا عملناه، بس هبلند الاطراف بحيث تبقى شكلها طبيعي وبلندد اكتر. برضو هي ما بينتش اذا كانت حطت برونزر هنا، بس انا بحب احط برونزر هنا. I think كده الشكل بقى كويس. نشوف بعد كده بتجيب الباودر. Putting on the bronzer, we're going to set with a loose setting powder. I like Coty Airspun because I'm cheap. Okay, I'm not cheap. I've just been using it for years and it totally works for me. But the only one that I would recommend from Coty is the Translucent Extra Coverage 70 to 41. All the other ones are shite. I'm only going to apply this in the areas where I put the foundation. Carefully avoiding the... طيب هي بتحط الباودر في كل حتة حطت الفاونديشن، ومش بتحط في الحتة اللي حطت فيها البرونزر والبلاش. This area where it's basically just my skin with the underpainted cheek stain. Like, I have no beauty filter on and you can't even tell that I'm wearing foundation because of this technique. Actually shockingly good. I'm gonna finish with a little bit more. انا ما عنديش الباف اللي هي استخدمتها، وعندي البافس التانية اللي هي بتبقى اتقل شوية، فانا هستخدم فلافي براش كبيرة كده تدي نفس الإفكت اللي هي عملته. هحط شوية باودر وبعدين هخفف هنزل الزيادة اللي عليها خالص في الغطا كده، وابتدي ان انا بنفس الستيبلينج كده عشان محركش اي برودكتس حطيناها. هحط، وبتقول ما نحطش في الحتة اللي فيها البلاش، فزي ما انتم شايفين لسه في شويه جلو في الحته بتاعه البلاش عشان ما حطيناش عليها اي باودر. Powder blush on top. I love this really dark one from ColourPop because it kind of gives black honey vibes but in a blush. Finding the tip of my nose with that blush, lightly tapping that to the front of my cheeks and on the front of my chin for good measure. طيب بتجيب باودر بلاش، وانا مش عارفه ليه عملت كده، علشان يعني هي لسه كانت بتتكلم على الجلو اللي في بشرتها، او يعني من البلاش اللي هي كانت حاطاه او التنت. هي هتجيب باودر بلاش وهتحط فوق نفس الباودر نفس البلاش اللي هي كانت حاطاه، فهي
مش عارفه مش عارفه ايه الفكره، بس احنا بنمشي ورا التكنيك. مش عارفه افتحه، ضوافري فقرة جدا. وهنختار شيد يعني ماتشنج مع البلاش اللي انا حطاه، فممكن اخد الدرجه دي باليت اسمها نيكس سويت شيكس. طبعا ما اظنش ان هي لسه بتتباع دلوقتي، بس جبتها من زمان قوي، يمكن من 2019، ولسه شغاله زي الفل عادي جدا. انا هاخد شويه من البلاش ده بس هتاب يعني وانزل الزياده لانها بيجمنتد قوي، وانا مش عايزه برضو الجلو اللي احنا يعني عاملينه، او هو فكره اصلا الميك اب لوك ان هو يبقى جلوي كده، مش عايزه ان انا اضيعه. وبتحط منه برضو على طرف مناخيرها ودقنها for some reason. انا بمشي ورا الخطوات بالظبط. To wax my nose hairs. I have a little freckle right above my lip and I just love the placement of it, so بترجع الفراكلز او الحسنات اللي في وشها او النمش بقلم او فراكل بن. انا ما عنديش اي نمش ولا حسنات، فهنسكيب الخطوه دي. بس ممكن لو ما عندكوش فراكل بن او قلم مخصوص للفراكلز او النمش، ممكن قلم حواجب بني عادي جدا تعملوا بيه نفس الحاجه، او حتى اي شادو نفس اللون. بعد كده بتجيب براو جل بلون. انا ما عنديش بلون، عندي واحد شفاف. انا عندي النيكس بس مش لاقيه دلوقتي، فهستخدم الباتريك تا ميجر براو لامينيشن جل. eyebrows, I'm using the glue from NYX. Stuff keeps my eyebrows in place all day. I'm gonna do a little bit of بالراحه بالراحه، الفيديوهات بتاعه تيك توك دي سريعه، واحد مش بيلحق. فحطت الجل بس هو عشان بلون، فمحتاجتش انها تحط قلم حواجب يعني، فهي سرحت حواجبها بس كده يعني. وانا حواجبي تقيلة فممكن نسكيب القلم برضو، مش مشكلة. لو حد عايز يتقل بقلم او بن او كده مفيش مشكلة، بس انا همشي على اللي هي قايلاه بالظبط. بعد كده بتجيب كحل بني ومسكرة بني. انا ما عنديش الاتنين دول، بس ممكن الكحل يبقى اي شادو، والمسكرة مضطرة استخدم واحدة سودا عادي. of brown eyeliner, but just at the edge of my eye. Taking my finger, I'm just gonna swipe along the edge of it, and boom, perfect little wing. Another pro tip is I like to use brown mascara. It's less harsh, especially for somebody with lighter features like. فبالنسبة للايلاينر اللي هي عملته، انا هستخدم اي شادو البني ده هقولكوا على الباليت دي. الباليت بتاعت كولر بوب اسمها ذات ستوب، وهستخدم البني اللي هنا الاغمق شيد فيها، وهعمل زي وينج صغير بالفرشة دي، فرشة ايلاين، اي فرشة ايلاينر، او لو عندكوا كحل بني زي ما هي عملت ممكن تعملوا كده. بس انا مستغربة قوي يعني، انا عندي غمقان فوق عيني، يمكن الاي شادو ما يبانش، وكمان مش هيثبت عشان مش حاطين اي بيس للاي شادو. وحتى لو استخدمت كحل هيسيح طبيعي جدا، فمش عارفة ازاي ده هيبقى ايه long wearing يعني. مش عارفة ده كده ينفع يعني already في غمقان حوالين عينيا، فالموضوع غريب قوي، مش عارفة هيبقى شكله ايه في الاخر. لسه هكمل ومش هجيب اب ولا هستسلم. شكله ايه؟ حاسة شكله very odd جدا يعني، مش عارفة، يمكن انا بتهيألي. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتس، محتاجة اعرف رأيكم جدا. بعد كده بتحط الماسكارا. هستخدم الميبلين لاش سنسيشنال. مش عارفة بتحط ماسكارا تحت عينيها ولا لا، بس شكلها مش حاطه. طبعا هسيب حتة الماسكارا دي تنشف وهنشيلها في الاخر، بس يعني كل مرة احط ماسكارا لازم اعمل كده. بعدين بتقول ان احنا نعمل الليب كومبو المفضل بتاعنا، يعني مفيش اي تكنيك معين في الشفايف يعني. ماشي، بس فهي بتخلص اللوك على كده. عملت اكتر نود ليب ممكن تتعمل، هقولكوا استخدمت ايه. ده ليب لاينر اسمه براند اسمها واو، جبتها من فيسز يعني. I think والله اعلم ان واو دي البراند بتاعت فيسز، يعني هي فيسز نفسهم هم اللي عاملينها. ده ليب لاينر اسمه ليب ستوك اكستريم وير ليب كونتور. الدرجة اسمها فيري هنا 270 فيري هنا، وهي بجد شيد نود. عايزة حتة فاضية اوريها لكم. نود جدا،
اتليست يعني هي لون شفايفي بالظبط، يمكن هي تبان غامقه شايفين ايديها حته بيضه وحته سمرا ازاي، عشان دايما بحط سان سكرين على ايديا الحته دي، بس ما علينا. تبان ان هي غامقه شويه، بس هي بالظبط لون شفايفي. وحطيت عليها الليب جلوس ده بتاع اسنس اللي هو الاكستريم شاين فوليوم ليب جلوس، دي الدرجه الشفافه زي ما انتم شايفين، او اسمها كريستال كلير 01. وده الفينش لوك. شكله حلو، شكله لذيذ. انا عماله ابص على الشاشه بتفرج اشوف هل شكله طبيعي بجد ولا لا. وفي المرايه بصراحه شكله مش طبيعي، يعني ده رأيي الشخصي، مش عارفة برضو كل واحد وذوقه. بس يمكن البلاش الكتير ده مش لايق على البشرات بتاعتنا، الناس الميدل ايسترن، الشرق اوسطيين او المصريين او العرب او ايا تسموهم زي ما تسموهم. بس هي على بشرتها ولون شعرها والكلام ده كله البلاش الكتير لايق عليها وشكله طبيعي. لكن احنا بشرتنا مش من النوع اللي هي بتبلش او بتحمر زيهم، فشكلها بالنسبة لي انا مش طبيعي. هل ميك اب شكله حلو وعجبني جدا جدا 100%، ما فيش اي ما اقدرش انكر حاجة زي كده. وسريع ولذيذ وشكله فريش قوي وصيفي، بالذات ان احنا مش حاطين اي طبقات كتيرة، يعني شوية الفاونديشن بس هنا وهنا الحتة يعني معظم الوش الحتة اللي فيها البلاش والبرونزر مفهومش فاونديشن، فخفيف جدا على البشرة. نزل شعري تاني، الشكل مش مظبوط النهارده. بس هو مش ناتشرال. هل شكلي بقيت هوليوود سيلبرتي؟ دي بقى حاجه ترجع لكم انتوا قولوا لي شكلي ادي هوليوود، انفع اطلع في هوليوود ولا لا؟ انتوا قولوا لي رايكم. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو في فيديوهات من على تيك توك هاكس مثلا او حيل شفتوها، انا عملت قبل كده اللي هو بتاع ميريديث اللي هي بتغسل وشها بالفاونديشن دي، هحط لكم اللينك بتاعه هنا وفي الديسكريبشن. بس لو في اي فيديوهات من النوع ده، حاجات غريبة عايزين نجربها، برودكتس معينة بتشوفوها بتجو فايرل على تيك توك او كده، اكتبوا لي او اعملوا لي تاج. ممكن تعملوا لي تاج على تيك توك، هكتب لكم اليوزر نيم بتاعي هنا او الاسم بتاعي على تيك توك. اعملوا لي تاج في الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها، عشان نعمل زي كده ان احنا نعلق عليها نجربها ونشوف هي حقيقية ولا لا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو، كمان تعملوا لي سبسكرايب وتشغلوا النوتيفيكيشن بيل عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. واكتبوا لي رايكم في اللوك ده وفي التكنيك في الكومنت سيكشن down below. و thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye.